السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي ساداتي آنساتي من برنامج أحمد سامح ريفيوز. ومش برنامج ولا حاجة يعني، بس من قناة أحمد سامح ريفيوز للتصحيح. النهاردة هنتكلم عن رمضان. كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم عليكم ورمضان كريم علينا جميعا وعلى أمة الإسلام والعرب أجمعين. المهم، عشان بقالنا كتير عملناش فيديو حصري على القناة دي، قناة أحمد سامح ريفيوز. وطبعا زي ما عودانا دايما محل شوب نمبر 99 عامل كل حاجة حصرية. طيب، ايه اللي بيقدمه لنا النهاردة؟ هي سماعات وايرلس. سماعات الوايرلس دي من شركة كبيرة، شركة صينية ولكن كبيرة، تعتبر في مجال الهواتف المحمولة، الموبايلات يعني، وكمان السماعات. فخلينا ننزل شوية بالكرسي كده، اعتقد افضل شوية. وخلينا بدون مقدمات كتير نقول لكم ايه السماعات اللي هتكون معانا، وايه رأيكم في المايك الجديد ده بتاعي. طبعا مش كويس خالص، ولكن عشان المايك التاني مش شغال وحبينا ان احنا ننجز نفسنا. ف يلا بينا. السماعتين اللي معانا ومعاكم النهارده هما ترررر بوم، الانفينكس الخطيرتين دول. اولا شوب نمبر 99 عنده من الموديلات دي علب مفتوحه زي دي كده للريفيو، فتقدروا انتوا تشتروها من عنده بسعر اقل شويه. دي كده تip في السريع عشان خاطر الناس اللي تابعه. الموديلات اللي معانا هما الاكس اي 20 والاكس اي 21 او 2021. موديلين يعتبروا كويسين جدا وفي الميد رينج بتاعت السماعات الوايرلس دي. طيب، ايه الفرق ما بين الاثنين؟ التصميم. طبعا التصميم مختلف تماما، ودي تتفوق في التصميم عشان خاطر الراحه في الودن والبيز العالي اللي موجود فيها. اما دي هي سماعه اعتياديه مميزه جدا في عدم التاخير في الصوت. يعني لو بتلعب فالتاخير هيكون 60 ملي سكند، اللي هو تقريبا قليل جدا، يعتبر مش مذكور خالص في دي او في دي. الاثنين واحد في السوبر لاتنسي اوبشن. خليه منور، خليه منور كده وصحي وملعلط معايا. المهم، فالاثنين دول متشابهين جدا. بصوا، دي هنعملها، ولكن استنوا مراجعه كل واحده لوحدها في ريفيو قريب جدا. فخلينا نقسم الريفيو زي ما عودناكم دايما الى اجزاء، ونبدا باول حاجه الا وهي الانبوكسنج. الانبوكسنج بتاع الانفينكس اكس اي 21 والاكس اي 20. الاثنين البوكس بتاعهم متشابه جدا جدا جدا. الفرق ما بين دي ان هي دوتس، ودي تعتبر ايربودز زي بتاعت ابل. طيب، الفكره ان هنا معتمد جدا على 1 ويك ستيدي بلاي باك، يعني تقدر ان انت تقعد تسمع بيها لمده اسبوع كامل. ودي حاجه كويسه جدا، وده بسبب ال ATS 3015. ده البروسيسور اللي موجود جوه، وكمان بيديك استابيليتي عاليه جدا في الكونكشن، بالاضافه الى البلوتوث ال 5.0 اللي بيديك رينج لحد 10 متر. كمان فيها خاصيه الجريد بيز والسوبر لو لاتنسي. دي تعتبر ارخص حاجه بسيطه من دي، وده بسبب التصميم اللي هنجيله كمان شويه. ودي الاوبشنز اللي موجوده فيها: كليكه، كليكتين، 3 كليكات. وهنا شويه حاجات من اهمهم ان هي بتتشحن بتايب سي، ودي حاجه كويسه جدا في الفئه السعريه دي. والباتري كاباسيتي بتاعت الكيس ذات نفسها 650 ملي امبير اور، اما بتاعت السماعه بتكون 60 ملي امبير اور. اما بقى للاكس اي 20 ترو وايرلس ايرفونز، طبعا ترو وايرلس الاثنين، والمميز فيها ان هي لاتنسي بتاعتها قليله جدا، يعني التاخير او لما تيجي تلعب مش هتحس باي تاخير. ودي حاجه مميزه جدا في السماعه دي. 60 ملي سكند فقط. عندي هنا الصوت بيبقى سوبر كلير، وكمان المايك بتاعها ممتاز جدا سواء هنا او هنا. الاثنين متشابهين جدا في المايك والسماعه، تقدر تكمل معاك لحد اسبوع كامل. الديزاين بتاعها بيكون كويس قوي. فيها طبعا الاوبشنز بتاعت كليك وكليكتين وثلاث كليكات. تقدر تقعد معاك لحد 30 ساعه تشغيل ميوزك، ودي حاجه كويسه جدا. بتقعد لحد برضو 10 متر عشان خاطر البلوتوث بتاعها فيرجن 5.0، ونفس الشيب سيت اللي موجوده ATS 3015. طريقه فتح السماعه او طريقه فتح البوكس سواء هنا او هنا مختلفه تماما، ودي حاجه عادي مش فارقه في حاجه الصراحه، بس هي يعني روشه يعني. بص، جريد بيز هنا وجريد بيز هنا برضه. الله، يا سلام. السماعه بتكون هنا، هنا بتكون الاير دوتس بتكون موجوده هنا. طيب تعالوا نفتح ده. هنا الكابل بتاع الشاحن التايب سي، كواليتي حلوه جدا ومحترمه.
واليوزر مانوال والتبس اللي موجوده عشان خاطر تلائم مقاس ودنك لا مؤاخذه يعني. بالنسبه بقى للاكس اي 20 نزلها من هنا كده هتلاقي ان هي نزلت معاك بكل سهوله، واللي متواجد هنا هي السماعه وهنا الكيبل تايب سي طبعا، وما عندكش للاسف تبس عشان خاطر هي تعتبر مش اير بادز لا اير بودز. ايربودز طبعا دي بتكون موجوده هنا، في منها الاسود والابيض، ودي بتكون موجوده هنا. هتقفل عشان تعمل الصوت المميز ده. بص دي بقى مش هتنفع، سخيفه شويه ولكن هي ماسكه نفسها، فدي ليها ميزه ودي ليها ميزه. طيب تفتكروا ايه اللي هيكسب معانا في التصميم؟ التصميم زي ما قلت لكم فهو معتمد على الاذواق، ولكن انا من وجهة نظري انا هفضل الدوت ديزاين في السماعتين دول بالتحديد. يعني لو اقارن ما بين السماعتين دول انا هختار الدوت ديزاين. ليه؟ عشان خاطر بتكون ثابته في الودن اكتر وبتعمل نويز كانسليشن ولو حتى ميكانيكال مش سوفت وير خالص. لا دول ما فيهمش نويز كانسليشن، ولكن لا هما دي تصميمها اريح في الودن وماسكه كده الدنيا وهي داخل الودن. حتى بصوا منظرهم هما الاثنين يعتبروا الماتيريال بتاعتهم واحده، فزي ما انتم شايفين كده التصميم بتوع الاثنين حلو قوي. كتصميم علبه فانا بفضل دي الاكس اي 20 على الاكس اي 21، ودي الاسباب شخصيه مالكوش دعوه بيها، ولكن فعلا بجد كماتيريال الاثنين واحد، الاثنين ديزاين بتاعهم كويس قوي. دي ممكن تكون المفصله بتاعتها سايبه شويه او التصميم بتاعها سايب، ولكن دي ناشفه يعني ما بتعملش الحركه الممتعه دي، فانا مفضل دي في تصميم الخارجي. ولكن كتصميم داخلي وراحه داخل الاذن زي ما قلت لكم تعالوا برضو نركبها في الودن عشان خاطر نشوف. بيقول بيرنج حتى اهي. بصوا دي منظرها احسن في الشكل شكلها احسن صح، واخدين بالكم؟ ودي شكلها حلو برضو زي السامسونج البادز بلس والبادز برو وكل الكلام ده، ولكن انا دي حاسسها حلوه ولكن خساره ان هم عاملين الديزاين ده مش ارجونوميكلي ديزاين بحيث ان هو يركب في الودن. معرفش عشان خاطر انا ودني مختلفه عن بقيه الاذان بتاعت البشر ممكن، ولكن انا حاسسها ان هي مش راكبه قوي في الودن. يعني بصوا دي الى حد ما ثابته، يعني بص تعمل كده مش هتقع، اما دي مش تقع برضو، ولكن معرفش حاسس ان هي ممكن تقع بمنتهى السهوله. فده الفرق ما بين التصميم والماتيريال. ولكن خلينا برضو نخش كلوز اب كده على الاثنين مع بعض بمقارنه هيد تو هيد، راس براس يعني. بصوا التصميم الماتيريال يعتبر الاثنين واحد جدا. الماتيريال بتاعتها حلوه، ماسكين نفسهم الاثنين تايب سي، وكمان لذيذ جدا ان هو يكتب لك شويه معلومات كده جوه زي الاوريجينال. هنا برضو نفس الكلام بشكل حلو جدا واحترافي. الماتيريال بتاعت الدوت دي تعتبر مش افضل حاجه، حاسه ان هي بلاستيك رخيص شويه او بلاستيك مط، ولكن هي مريحه جدا في الودن زي ما قلت لكم. اما دي فبتكون جلوسي كده بشكل حلو قوي. الاثنين التاتش فيهم شغال بشكل ممتاز، ما فيهوش اي مشكله سواء هنا او هنا. طيب بالنسبه للاوبشنز بتاعتها فالتاتش اللي موجود هنا سواء في ال 20 او 21 اللي انت تعمل كليك او دبل كليك او تريبل كليك، الاثنين في الناحيتين شغالين بشكل ممتاز جدا ومش هتواجه معاهم اي مشكله او اي لاج او اي حاجه وحشه لا قدر الله. وده نتيجه ان الاثنين متشابهين جدا. واحده ستوب بلاي ان هو يشتغل، ضغطتين النكست، 3 ضغطات الاغنيه اللي قبلها. حاجات بيزك قوي ولكن لذيذ. بالنسبه بقى للاوبشنز اللي مش موجوده للاسف طبعا مفيش السنسور ولا في دي ولا دي. بتوقف امتى؟ لما تدخل الاثنين في العلبه وتسكت خالص. الاقامه هروح اصلي وارجع لكم تاني. اول يوم رمضان، كل سنه وانتم طيبين، سلام. الحمد لله رجعت من الصلاه. طيب كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول المميزات والعيوب اللي موجوده فيها. الميزه اللي هي مش موجوده زي ما قلت لكم السنسور مش موجود لما تقلع السماعه من ودنك سواء دي او دي، وكمان ما فيهاش اكتف نويز كانسليشن، ودي ميزه تعتبر في الهاي رينج بتاع السماعات مش موجوده هنا. دي تعتبر ميد رينج او انتري ليفل للسماعات الانفينكس او السماعات البلوتوث العاديه. الاثنين البلوتوث بتاعهم فيرجن 5 يعتبر كويس ستيبل، فيهم كمان انهانسمنت للكونكشن موجود في الاثنين بشكل كويس جدا، ومركزين عليه كمان على الكرتون. ما فيهاش ميزه الابلكيشن، وده برضو طبيعي في الفئه السعريه دي. الفئه السعريه دي مش بتهتم قوي بالديفلوبينج بتاعت ابلكيشن مخصوص عشان خاطر
ما فيهاش اوبشنز كتيره قوي زي ما قلت لكم، هم خبطه خبطتين 3 خبطات، هي دي كل الاوبشنز اللي موجود. عايزين كده نولع تاني ونلعب. المهم كل سنه وانتم طيبين، تالت ورابع وخامس. اعتقد كده خلصنا المقارنه. المقارنه تعتبر سريعه، ولكن عشان خاطر اجيب لكم كل الحاجات اللي موجوده في الساعتين دول، السماعتين دول. طيب كتصميم وماتيريال، تصميم الماتيريال، الشكل الخارجي والسماعه ذات نفسها، يعتبر انا حاسس ان الاكس اي 20 افضل، تكسب بجداره من حيث شكل العلبه وشكل السماعه. ولكن من حيث الراحه في الودن، فالاكس اي 21 تكسب من حيث الراحه في الودن والتب الموجوده اللي بتقفش داخل الودن وثبت السماعه بشكل كويس جدا. طيب بالنسبه للانبوكسنج فالاثنين انبوكسنج واحد، بالنسبه للاوبشنز فالاثنين اوبشنز واحد، ولكن البيز هنا بيكون اعلى شويه والليتنسي الاثنين واحد، وتعتبر الاكس اي 21 كمان فيها بطاريه اعلى شويه من الاكس اي 20. هو ده فرق السعر اللي ما بينهم، يعني فرق السعر ما يعتبرش كبير ما بينهم، ولكن كتصميم هو دي الحاجه اعتقد اللي انت تركز عليها. وكمان كراحه ودن، كراحه ودن دي مهمه جدا. يعني حاول تجربها قبل ما تشتريها عشان خاطر. بس هو اعتقد كل السماعات حتى ابل نفسهم، الايربودز 2 مثلا والايربودز 1، نفس عدم الثبات اللي موجود في الودن. واعتقد المميز جدا هي الايربودز 3. الايربودز 3 تعتبر لا سيمي اوريجينال اللي انا كنت عملت لكم ريفيو عنها قبل كده، اعتقد بتثبت في الودن بطريقه كويسه جدا. وبس كده، دي كانت كل حاجه كنت عايز اقولها لكم النهارده بصراحه. واهم حاجه ان هو اول يوم رمضان، وانا متحمس جدا لرمضان، ومتحمس جدا ان احنا نرجع بقوه على القناه بالفانوس بتاعنا الصغير ده اللي يحير طبعا. وبس كده، بس كده، تست الله. احنا كده خلصنا، ويا رب تكونوا انبسطتوا، يا رب تكونوا استفدتوا. ان شاء الله اشوفكم الريفيو الجاي. سلام.